اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لك طريقه عمل صابليه بدقيق الشوفان، صحي جدا للدايت والمرضى السكر، طعمه بجد تحفه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي 3 كوبايات من دقيق الشوفان الناعم، عندي كوبايه من الزبده الطريه، بيضتين، معلقه من العسل، كيس فانيليا وذره ملح، وربع كوبايه من النشا، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام. محضره عندي بوله نزلت فيها بكوبايه من الزبده الطريه، تكون الزبده طريه بالشكل دوت بدرجه حراره المطبخ. هنزل عليهم بعد كده بمعلقه من العسل، وممكن تستغني عنها لان احنا بعد كده هنزينه بالشوكولاته الدارك وهيبقى مسكر وطعمه حلو قوي، شوكولاته صحيه. بعد كده نزلت عليهم باتنين عدد بيض يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش طالع من التلاجة. هبتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء، سهل عليكي لو المضرب الكهرباء مش موجود مضرب اليدوي. نزلت بكيس الفانيليا، وبعد كده نزلت عليهم بجزء من دقيق الشوفان، دي يكون ناعم زي ما انت شايفه بالشكل ده، مع ذره الملح، وعندي ربع كوبايه من النشا. هبتدي اقلبهم زي ما انت شايفه. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. بعد كده نزلت بباقي جزء من الدقيق. هتنزلي بالدقيق على مراحل لحد ما العجينه تاخد معاكي، على حسب ما العجينه هتاخد معاكي دقيق. هي بالظبط اخدت 3 كوبايات من دقيق الشوفان الناعم. بعد كده هبتدي اجمع العجينه زي ما انت شايفه بالشكل ده، العجينه بقت طريه ما شاء الله. هبتدي اقسمها جزئين، واخد جزء وانزل عليه بمعلقه من الكاكاو الخام، كاكاو يكون من غير سكر. هبتدي بقى اجمعها بالشكل ده. محضره عندي كيس التلاجة فردته، وكيس تاني فوق العجينه، وهجيب النشابه او بايدي هتبداي تفرديها زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب بقى عندي قطعات الصابليه اي شكل انت تحبيه، هتبتدي تقطعي بقى الاشكال اللي انت عايزاها زي ما انت شايفه. بجد تحفه، طريقته حلوه قوي، من غير سكر. ولو عايزه تستغني عن معلقه العسل استغني عنها، لان انت هتزينيه بالشوكولاته الدارك، هيبقى طعمه حلو جدا. بعد ما شكلته بالشكل دوت هبتدي بقى ارصه عندي في الصينيه. هتبقي مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق، الفرن يكون سخن. هبتدي بقى اخد الاشكال ديت وهرصها عندي في الصينيه. طريقته سهله خالص، هتعمليه ينفع لو انت عامله نظام غذائي، تاخدي قطعتين مع كوبايه شاي بلبن. لو مرضى السكر برضو قطعتين، مش هيرفع سكر الدم خالص. دوت القطعة التانية اللي هي بالكاكاو. هبتدي بقى اقطعها على حسب الاشكال اللي انت عايزاها. بصي طالعة ما شاء الله متماسكة وحلوة قوي. احنا ما استخدمناش بيكنج باودر، بعتمد على المادة الرافعة هنا من البيض. بياض البيض هو اللي بيخليه زي اكنك حاطه له بيكنج باودر. زي ما انت شايفة بالشكل ده دخلته الفرن واخد بالظبط 12 دقيقة. بعد ما استوى طلع معايا وبقى بالشكل ده. هبتدي بقى ازينه بالشوكولاتة الخام. محضرة عندي شوكولاتة خام، نزلت عليها معلقتين من زيت الذرة وسيحتها في الميكروويف. بعد كده هبتدي بقى انزلها في الشوكولاتة بالشكل ده. شكلي بقى الشكل اللي انت عايزاه، انا بديكي افكار. مش عايزة اقولك والله طعمه تحفة وناعم جدا، هتشوفيه دلوقتي. طعمه خطير ومقاديره بسيطة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا بديكي اشكال وافكار عشان تنفذيها. بصي تحفة. وهتلاقي كمان على القناة صابليه بدقيق الابيض، طعمه حلو قوي وشكله حلو قوي، صابليه العيد. لو حابة تعرفي طريقته ازاي، هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وممكن بنفس العجينة ديت نعمل البيتي فور، وهتشكليه بالقمع او بالمكنة بتاعة البيتي فور زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما الشوكولاتة جمدت عليه، شكله شيك جدا في التقديم. بصي قد ايه ناعم وجميل، بجد تحفة. لو عجبتك وصفتي النهاردة، امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، هيطلع معاكي ناجح جدا، حلو قوي، طعمه خطير، بدقيق الشوفان الناعم لمرضى السكر وللنظام الغذائي. زي ما انت شايفة اشكاله بجد حلوة قوي وشكله شيك قوي في التقديم. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. السلام عليكم.